بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هنكمل الجزء اللي باقي معانا في أدوات الرسم. في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند دور شيب، النهارده بإذن الله هنكمل الجزء اللي باقي في أدوات الرسم، وهو جزء بسيط. تعالوا كده نرسم شكل معايا في الأول. أول أداة تيجي معانا النهارده وهي ديليت شيب، ودي باستخدمها عشان أحذف أي خط موجود معايا يوصل بين أي نقطتين. تعالوا كده تخيل معايا النقطتين دول، النقطة دي والنقطة دي، هنلاقي في خط بيوصل بينهم. أنا عشان أحذف الخط ده بمجرد إن أنا باضغط عليه بالماوس بالاقيه حذف لي الخط. وعايزك تلاحظ هنا معايا حاجة مهمة، بمجرد ان انا حذفت الخط والشكل اللي معايا بقى مفتوح، لون الفيل اللي موجود معايا اختفى لان الشكل معايا مش مغلق دلوقتي. واقدر كمان ان انا احذف نقطه، مش لازم احذف خط موجود معايا، بمجرد ان انا اضغط كنترول واضغط على النقطه اللي انا عايزها هلاقي حذف لي النقطه. بس كده الاداه بسيطه ومفيش فيها اي كلام كتير. نيجي للاداه اللي موجوده بعدها وهي اداه الماجنت، ودي بقدر من خلالها ان انا احرك نقطه او مجموعه من النقاط داخل الحيز المغناطيسي الخاص بالماوس معايا. هلاحظ معايا دلوقتي ان في قوه حوالين الماوس دي بتمثل مجال مغناطيسي. دلوقتي لو انا جيت اشد مجموعه النقاط دي، لان مجموعه النقاط دي كلها جوه دايره المجال المغناطيسي معايا الاقيها بتتحرك معايا، واقدر اكبر المجال المغناطيسي معايا للماوس. عارف هنا بتحرك بالبقره بتاع الماوس، او ممكن من لوحه المفاتيح بضغط على الت واضغط على الماوس واتحرك يمين كده واكبر المجال المغناطيسي للماوس، او ممكن اتحرك شمال فانا كده بقلل المجال المغناطيسي. هلاحظ معايا ان النقاط اللي بتتحرك هي النقاط اللي موجوده داخل المجال المغناطيسي اللي معايا بس. في اوبشن هنا معايا ان انا اقدر اعمل سيلكشن على نقطه او اكتر، اي نقطه انا عايزها، واختار الاوبشن اللي موجود معايا هنا. ده كده معناه ان انا بقول للبرنامج ان انا عايز احرك النقاط اللي انا عامل لها سيلكشن بس، النقاط اللي هي متلونه معايا باللون الاحمر. اي نقطه ثانيه موجوده معايا مش عايزها تتحرك حتى لو موجوده داخل المجال المغناطيسي اللي موجود معايا. يعني عايزك تلاحظ معايا هنا انا مهما اقف واحرك هنا، مع ان في نقاط اهي بس ما بتتحركش معاك، لان انا بقول له انا عايزك تحرك معايا النقاط اللي انا عامل لها سيلكشن بس، النقاط الحمراء. اقدر من هنا ان انا اعمل سيلكشن على اي نقطه انا عايزها وارجع لاداه الماجنت، نفس الفكره. ولو حابب احرك النقاط كلها اشيل السلكشن من هنا، هلاقي اي نقاط موجوده معايا تاني داخل المجال المغناطيسي بتتحرك زي الاول طبيعي جدا، بس مفيش فيها اي كلام تاني. تالت اداه تيجي معانا النهارده وهي البراش تول، ودي بقدر من خلالها ان انا ارسم مجموعه من الاشكال بشكل يدوي. ان انا بضغط بالماوس واسحب، ما بشيلش ايدي من على الماوس لحد ما اخلص الرسم اللي انا عايزه، وليكن بالشكل ده. اول ما اشيل ايدي يبقى الرسم اللي معايا خلص. تعالوا بس نحذف الشكل الموجود معايا من اداه سيلكت بوينتس واضغط ديليت. الاوبشنز اللي هحتاجها هنا معايا فوق، اول حاجه ان انا اقدر اكبر مدى الرسم بتاعي، ان انا اضغط على الت واضغط على الماوس واسحب يمين بكبر المدى بتاع الرسم، او اسحب شمال كده بصغر المدى بتاع الرسم. وممكن اتحكم في حجمها بان انا اقف هنا والبقره بتاع الماوس اطلع لفوق وتحت بكبرها او اصغرها. تاني حاجه وهي اوتو ستوك، ودي تقريبا كله حافظها من الحلقه الاولى، ودي معناها اللون الحدود الخاص بالشكل، مش عايزين نضيع فيها وقت كتير. ميرج ستوك دي معناها انه بيعمل دمج الاشكال اللي انا برسمها. يعني وليكن انا رسمت شكل كده وشلت ايدي من على الماوس وقفت رسم وحابب اكمل رسم تاني، ببدا من النهايه اللي موجوده معايا هنا، هلاقي عمل دمج للشكل هنا. ولو جيت ارسم تاني هلاقي دمج لي التلات اشكال اللي انا رسمتهم مع اني ما رسمتهمش على مره واحده. تالت اوبشنز هنحتاجه هو درو بيهايند ستروكس، وليكن لو انا راسم شكل هلغي هنا لون الفيل. تعالوا بس نعمل لون ستروك لون تاني، وجيت رسمت ستروك كده. الشكل كده معايا هنا عباره عن لون الحدود الخاصه بالشكل، مفيش لون الفيل. وابدا ارسم. تعالوا بس نغير لون الستروك هنا بتاع الشكل اللي انا هرسمه بأداة البرش عشان يبقى الالوان واضحه. هلاحظ ان الشكل عندي اللي اترسم هنا اترسم خلف الستروك، يعني الستروك اللي موجود معايا هنا في الاول والشكل اللي انا رسمته ورا الستروك. اما بالنسبه للسموزنج في مدى اليونت او نعومه الخط اللي انا برسمه، لو انا عملت على الاقل حاجه هلاقي رسم معايا هنا يطلع بشكل حاد. اما لو فعلت السموزنج على اعلى حاجه هلاقي الخط اللي معايا، هنلاحظ الفرق حتى وانا برسم، هنلاقي في ليونه في الرسم جامد. اظن الفرق بينهم واضح. كده نكون خلصنا تالت اداه موجوده معانا وهي اداه البرش. تعالوا كده نحذف الاشكال. هضغط كنترول ايه واضغط ديليت. هنرسم شكل كده. تعالوا نفعل اوتو فيل واوتو ستروك.
رابع أداة تيجي معانا وهي أداة الممحاوة، دي بستخدمها عشان أحذف جزء من الأشكال اللي موجودة معايا، زيها زي الأستيكة بالظبط، تقدر تحذف اللي أنت عايزه. أول حاجة نقدر نتحكم في حجم الأداة بنفس فكرة أداة البرش وأداة الماجنت، إن أنا أضغط ألت وأسحب يمين أو شمال، كده بكبر حجم الممحاة أو أصغرها. نفس الفكرة من هنا برضه، مفيش أي جديد، أقدر من هنا أكبر حجمها أو أصغرها، وأضغط بالماوس على الشكل اللي أنا رسمه وما بشيلش إيدي من على الماوس لحد ما أخلص مسح. هلاحظ إن أنا بحذف الأشكال اللي أنا رسمتها، أنا كده خلاص مش عايز أمسح تاني، فبشيل إيدي من على الماوس، فبلاقيه هنا بشكل تلقائي حذف الجزء اللي أنا مش عايزه من الشكل، والجزء اللي باقي من الشكل عمل له ربط بشكل تلقائي، ومفيش فيها أي خصائص أو أي حاجة تاني. هنلاحظ معايا إن الأدوات اللي موجودة معايا النهارده هي أدوات بسيطة، لأن الجزء التقيل كان موجود في الحلقة الأولى من شرح أدوات الرسم. خامس أداة موجودة معانا النهارده، ودي بقدر من خلالها إن أنا أقلل عدد النقاط المرسوم منها أي شكل موجود معايا. تعالوا كده نرسم شكل بأداة البرش، وليكن هرسم الشكل ده. تعالوا كده نبص على عدد النقاط اللي موجود معايا، هنلاحظ إن الشكل اللي موجود معايا فيه عدد نقاط كتير، اللي هي النقاط الحمراء دي كلها. أداة البرش هنا مهمتها إنها تقلل عدد النقاط المكون منها الشكل اللي موجود معايا. بضغط وأسحب، عايزك تلاحظ الفرق. الأول شوف النقاط كانت عاملة إزاي، ضغطت وسحبت. أول ما أشيل إيدي من على الماوس هلاحظ إن عدد النقاط قل. تعالوا نضغط ونسحب هنا تاني، كده قلل معايا عدد النقاط الموجود منها الشكل، وبالتالي هلاحظ إن الشكل معايا اتغير، لأن هو لما حذف نقاط عمل دمج بين النقاط اللي باقية، فالشكل ما بقاش موجود زي الأول. عايزك كده تتخيل معايا، هو الشكل الأول كان مكون من النقاط دي، أنا كده بقلل عدد النقاط هنا، فبيعمل دمج للشكل بالنقاط اللي باقي، فالشكل بيبقى غريب شوية. وأقدر من هنا إن أكبر حجم الأداة أو أصغر، مفيش فيها أي جديد، ونفس الفكرة بضغط ألت ومن الماوس وأتحرك يمين وشمال، نفس الفكرة تمام. سادس أداة موجودة معانا وهي السكاتر براش، ودي بقدر من خلالها إن أنا برسم مجموعة من الأشكال الجاهزة اللي البرنامج بيديها لي، زي البابلز مثلا. وليكن هختار بابلز وأبدأ أضغط بالماوس، مش هشيل إيدي من على الماوس لحد ما أخلص رسم تمام. وليكن أنا رسمت الشكل ده، هلاقي رسم معايا مجموعة من البابلز مختلفة الألوان والأشكال والأحجام. تعالوا نختار حاجة تاني، الانسكتس، حشرات. نفس الفكرة، ببدأ أضغط بالماوس ومش بشيل إيدي لحد ما أخلص رسم خالص، هلاقي رسم معايا مجموعة من الحشرات بشكل عشوائي. نفس الفكرة تماما في ليفز أو شجر. أما بالنسبة للميني والماكس، دي بتكون عبارة عن حدود الأشكال اللي أنا راسمها. يعني أنا بقول له دلوقتي الأشكال اللي أنت راسمها لي دي، عايز أصغر حجم فيهم بيكون 16 بكسل، وأكبر حجم فيهم يكون 32. تعالوا كده نغير الأحجام دي. أنا هقول له مثلا إن عايز أصغر حجم وليكن موجود معايا يبقى 50 بكسل، وأكبر حجم يكون 200. هنلاحظ إن الأشكال اللي أنا بدأت أرسمها حجمها كبر. شوف الأول الأشكال كان حجمها إزاي، ودلوقتي بقى حجمها إزاي، لأن أنا كده زودت له. أنا قلت له مش عايزك تقل عن ال50 ولا عايزك تزيد عن ال200. أظن كده بقت واضحة إلى حد ما. أما بالنسبة للأوبشنز اللي موجودة معايا هنا، اللي هنحتاجه منها هي الأنجل، وهي عبارة عن زاوية الأشكال اللي إحنا بنرسمها. هو هنا بيرسم بزاوية 90، ممكن أرسم بزاوية 45. هنلاقي الأشكال اللي موجودة معايا بقت مرسومة بزاوية 45. تاني حاجة هنحتاجها معانا هي السبيسنج، والسبيسنج عبارة عن المسافة بين كل شكل هو رسمه والشكل اللي قبله. هنا هنلاحظ إن المسافة قليلة لأن السبيسنج هنا 1. تعالوا نكبر السبيسنج مثلا نخليه 10، ونحذف الأشكال دي ونبدأ نرسم. هنلاحظ إن المسافة اللي بقت موجودة معايا بين كل شكل والشكل اللي قبله هتلاقي المسافة كبيرة. تعالوا كده نخليها مثلا 5. هتلاقي هنا المسافة اللي بقت موجودة بين الشكلين قلت بشكل واضح. ممكن تحتاج كمان فليب إكس. تعالوا كده نرسم شكل في الأول لاندسكيب مثلا. شوف الأشكال اللي مرسومة. أول ما فعل فليب إكس معناها إنه هيرسم الأشكال بالعكس على المحور الأفقي. شوف وليكن هنا الرسمة كده، وتعالى شوف الرسمة هنا. عايزك تلاحظ معايا، شوف هنا الرسمة مايلة للجنب اليمين، هنا الرسمة مايلة للجنب الشمال، لأنه عكس الرسم على المحور الأفقي. نفس الفكرة تماما بالنسبة لفليب واي، بس هنا معناها إن أنا هعكس الأشكال اللي أنا رسمتها على المحور الرأس. تعالوا كده نرسم في الأول مثلا حشرات، وفعل اختيار فليب واي، وارسم تاني. هنلاحظ إن الأشكال اللي اترسمت معايا هنا بقت معكوسة على المحور واي. تعالوا بصوا معايا هنا على النحلة هنا، وتبص على النحلة هنا، شوف زاوية كل واحدة فيهم.
أظن الفرق واضح. يبقى فليب إكس معناها إنه بيعكس الأشكال على المحور الأفقي، وفليب واي بيعكس الأشكال على المحور الرأسي. وكده نكون خلصنا خامس أداة موجودة معانا. أما بالنسبة لآخر 4 أدوات موجودين معايا في أدوات الرسم، وهي أدوات خاصة بالمنظور. تعالوا كده نرسم شكل. نبدأ بأداة البرسبكتيف، وهي عبارة عن المنظور الخاص بالشكل اللي أنا رسمته. هي مفيش فيها أي شرح، بمجرد إن أنت بتضغط وتسحب بالماوس فأنت بتغير منظور الشكل اللي أنت راسمه، ودي هتفهمها لما أنت تجربها بإيدك ومفيش فيها أي ملاحظات. تاني أداة فيهم وهي شيب بوينتس، ودي بتقدر من خلالها إن أنت تعمل زي انحراف للشكل اللي أنت راسمه، سواء يمين أو شمال بالشكل ده، وهنا برضه مفيش أي ملاحظات. تالت أداة تيجي معانا، عايزك تلاحظ، هي بشكل عام أدوات خاصة بالمنظور، ودي احتاجنا ليها بيكون قليل جدا في الشغل. آخر أداة تيجي معانا ودي بتعمل لي زي نويز للشكل، بضغط وأسحب وأفضل أضغط وأسحب، بلاقي بيحرك لي النقاط اللي موجودة معايا بشكل عشوائي. بمجرد إن أنا أضغط وأسحب بيقعد يحرك لي أماكن النقاط ويغير لي في الشكل اللي موجود معايا، وأنا ماليش أي تحكم. الموضوع بيكون بشكل عشوائي جدا. وكده نكون خلصنا كل أدوات الرسم اللي موجودة معانا. أتمنى الشرح يكون سلس وبسيط، ولو في أي ملاحظات أو أي حاجة مش واضحة فأنا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.